صفة غريبة اشتركت فيها نجمات الزمن الجميل مع نجمات الجيل الحالي، وهي إقدامهن على الزواج دون رضا الأبوين، حيث شهدت زيجاتهن معارضة كبيرة من الأسرة، ورغم ذلك أصروا على قرارهن. كل المفاجأة أن كل هذه الزيجات انتهت سريعا بالطلاق. فهل هو عقاب عادل نظرا لرفضهن الانصياع لأمور الأب والأم ذوي النظرة الثاقبة لمستقبل الأبناء؟ فأشهر حادثة زواج في الوسط الفني رغما عن الأهل هي زواج أنغام من مهندس الصوت مجدي عارف، وكانت سبب مأساتها في أسرتها. أنغام قررت الزواج رغم الرفض القاطع لوالدها الملحن محمد علي سليمان، والنتيجة أنها قاطعت أبيها سنوات طويلة بسبب هذا المقطع. زواج أنغام الأول لم يستمر وحدث الطلاق، وبعدها عادت أنغام لأسرتها حيث تواصلت مع والدها ثانيا، فيما أسفرت الزيجة عن نجلها الكبير عمر. وفيما بعد تزوجت أنغام مرتين من الموزع الموسيقي فهد، ثم سرا من الممثل أحمد عز. النجمة الكبيرة ماجدة الرومي وقعت في نفس الأزمة، حيث كان يعارض والدها الملحن حليم الرومي زواجها بشدة من أنطوان دافوني. والحقيقة أن الزواج انتهى بفضيحة بعد أن استمر 26 عاما. وبحسب المعلومات المتداولة فإن الملحن الراحل قال تعليقا على الزيجة التي رفضها: هتندم، قولوا لها راح تندم. وهو ما حدث تقريبا بعد أن فارق حليم الرومي الحياة بسنوات، وقد أنجبت ماجدة من أنطوان ابنتين هما هلا ونور. أيضا زيجة نيلي كريم الأولى كانت دون رضا والدتها التي عارضت بشدة زواجها في سن 16، ولكن نيلي كريم أصرت على قرارها ووضعت أسرتها أمام الأمر الواقع، وبعدها تطلقت ثم تزوجت مرة أخرى من الدكتور هاني أبو النجا وانفصلت عنه أيضا. ولدى نيلي الكريم الآن 4 أبناء هما كريم ويوسف من الزوج الأول، وكندا وسيلينا من الزوج الثاني. وضمن القائمة أيضا الفنانة شويكار التي عارض والدها بشدة زواجها من فؤاد المهندس نظرا لفارق السن، ولكنها فعلت ما في رأسها وتزوجت المهندس رغما عنه. ولكن فيما بعد أصبح المهندس شخصا مقبولا في أسرتها، ورغم ذلك حدث الطلاق. ومثلها ميرفت أمين التي تزوجت من الفنان السوري موفق بهجت دون رضا أبويها، وخاضت معارك كثيرة معها في النهاية واتخذت قرارها، لكنها ندمت فيما بعد واتضح لها أن أبويها على حق. والحقيقة أن الزيجات ميرفت أمين تعددت حتى وصلت إلى 6 زيجات، أبرزها زواجها من النجم حسين فهمي، والذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة منا التي تزوجت مرتين بدورها أحدثها من الفنان أحمد فهمي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.